وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات لتنالوا مغفرة من الله عظيمة وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض هيأها الله للمتقين من عباده. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المتقون هم الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر، والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام، والمتجاوزون عمن ظلمهم، والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الكبائر ذكروا الله تعالى وتذكروا وعيده للعاصين ووعده للمتقين، فطلبوا من ربهم نادمين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وحده، ولم يصروا على ذنوبهم وهم يعلمون أنهم مذنبون وأن الله يغفر الذنوب جميعا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة والخصال المجيدة ثوابهم أن يستر الله ذنوبهم ويتجاوز عنها، ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار مقيمين فيها أبدا، ونعم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولما ابتلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أحد قال الله معزيا لهم: قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم، فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير المكذبين لله ورسله، خلت ديارهم وزال ملكهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، وهو دلالة إلى الهدى وزاجر للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد، ولا ينبغي ذلك لكم، فأنتم الأعلون بإيمانكم والأعلون بعون الله ورجائكم نصره إن كنتم مؤمنين بالله ووعده لعباده المتقين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن أصابكم أيها المؤمنون جراح وقتل يوم أحد
فقد أصاب الكفار جراح وقتل مثلما أصابكم، والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمة لحكم بالغة، منها ليظهر المؤمنون حقيقة من المنافقين، ومنها ليكرم من يشاء بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين، وليهلك الكافرين ويمحوهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله حقيقة، والصابرون على البلاء الذي يصيبهم فيه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله، كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته، فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانا. ولما شاع في الناس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا، أفإن مات هو أو قتل ارتددتم عن دينكم وتركتم الجهاد، ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا إذ هو القوي العزيز، وإنما يضر المرتد نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة، وسيجزي الله الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه وجهادهم في سبيله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كانت نفس لتموت إلا بقضاء الله بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله وجعلها أجلا لها لا تزيد عنها ولا تنقص، ومن يرد ثواب الدنيا بعمله نعطه بقدر ما قدر له منها ولا نصيب له في الآخرة، ومن يرد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطه ثوابها وسنجزي الشاكرين لربهم جزاء عظيما. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله، وما ضعفوا عن قتال العدو وما خضعوا له، بل صبروا وثبتوا، والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقاة عدونا وانصرنا على القوم الكافرين بك. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم، وآتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم والنعيم المقيم في جنات النعيم، والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم.